ما قولكم في الأثر المنقول عن الإمام مالك رضي الله عنه أن الإمام مالك قال: من زعم أن هناك في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. هل هذا الأثر صحيح؟ خاطر مشتر ألشة إمام مالك وعنده وصول دوشلر وخشر عنها ديك بدعة ده أنا دو ده وجوسك ده أنا وجوسك ده ألشة نو دين دقواتش ده تياخد ستي بارد وجوه كمل أنا إمام مالك دوش تاخ نيستز كمل ستصادة لنجاح مش كتير يزوي عند خاطر الأول أنه ليس كل شيء منقول عن إمام من الأئمة فإنه لابد أن يكون ثابتا عنه، فإننا كما نبحث في أسانيد الأحاديث فإننا كذلك نبحث في أسانيد المنقولات عن الأئمة، والمنقولات عن الأئمة موجودة مسندة إما في كتبهم الثابتة عنهم وإما في كتب أصحابهم الذين رووا كلامهم وأسندوا. يوحنا ثاني ويبيعوا يجوز درده سو إمام مشكرة حد يحكي له سو كم يعلشه إرسال هذا يدحت تحكم بيبيس سنة تبو بشبوله ونخي حتى خكادو شخوح كان سنة راش كم يعلش دي هذا يدحت داو إلشن حديث إشكحه وتحكش تيبار صار كم يعلشه صار شيء جين إشكحه ده أخو صار مذهب جحبوش بولشة عالم ناخه سو إمام مشكرة حدو عشقو. كلام الإمام مالك رحمه الله صحيح باعتبار حمله على تلك البدعة التي لا أصل لها في الشريعة. إمام مالك دوش نيسخو از بدعة ياخذ حما شرعا قاعد تحقق بخبوات جيك يدخل دوشتو حمن قاعد ويسبب دحج. ولو لم نقل ذلك لكان الإمام مالك رحمه الله وحاشاه متناقضا. نجا حسن إز اشتوي قيد صدوي إمام مالك جانا وقص تبل خوا شينا دخلوا يشكور رتي وليش يشكور. لأن الإمام مالك المنسوب إليه هذا الكلام هو القائل بحجية المصالح المرسلة. أنا أقولش إمام مالك إز دوش شيء قاعد يخرج جول إمام مالك هو المصالح المرسلة يخرج بخ شرعنا بخ اشتكر بخ بيعنا. والمصالح المرسلة هي تلك المصالح التي لم تأتي الشريعة بالأمر بها لخصوصها أو النهي عنها لخصوصها فصارت مرسلة عن قيد الحظر أو قيد الطلب. بس المصالح المرسلة آخر فيها ده نشوف حاطه مرو صلى الله عليه وسلم مقبج يمو مقبج حم حدين بواتسجة شرعنا نصوصي عموما قال طيب مرو أقرني جدا تخلر ثانية واسدة تخلر ثانية مجش بصابوش بوشة بالخير دقش المصالح المرسلة. ثم إن أصحاب الإمام مالك رحمه الله وتلاميذه وأتباع مذهبه قد ساروا مع إخوانهم من أتباع المذاهب الأخرى في تقرير تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة ومنها البدعة المندوبة. حتى إمام مالكي متعلمش سن مذهب داري حبولش والباقي عالم نخ قدش مذهبش كعبولش بولش يجري عالم نخ سنة از بدعة مع حبيل بودش سن مسيح قد ديقوش خلر حبيل بودش حبيحكا وهم في سبيل وهم في أثناء ذلك يقولون إن ما نقوله هو مذهب مالك وليس ولا يصفون به مذهب أنفسهم بل يقولون مذهب مالك في البدعة كذا وكذا. وعلى رأس هؤلاء إمام المالكية في زمانه الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله. تحت وش عالم نخا از بدعة صار بلودش خانها اسقيتم إمام مالك كبولش حبيح كابوش صار يا خداس مذهب تخيتم بير يا خداس إمام مالكي مذهب غير إمام مالكي قيتم بير يا حبيح كابوش صار كيرتي الله تجاه شي زمن قاحة مالكي مذهب إمام خنوش والله شهاب الدين القرافي وش. والإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله صاحب الموافقات وصاحب الاعتصام هو في الحقيقة من عنيته في المحاضرة بالإشارة دون التصريح باسمه بأنه كان
أحد رؤوس من ساروا على خلاف ما قررته الجماعة العلمية. إمام الشاطبي شي موافقات يعجين قاحة از حقاق بيبيتي تيحكا إشر درشنياق انتحا حاخور إذا صور عالم نياخا دوكا يوشل طوابنو سوتس بيادو وشلو بلغو بيادو وشلو حمنا دوحولا إلخن يوشلو عالم نياخا مسخنلك. وقد رد عليه وعلى مسلكه العلماء في زمانه وبعد زمانه ومنهم علماء المالكية أنفسهم. Так, цоалом сага, цо илангаха, опровергатиш, что 20 где хабел гудеже, хабяхкап, цунзамангаха, тихты юахзам нишкахам булшбул алумнах, царяга цумазхаба бул алумнаха булш. وألف في الرد عليه الإمام المواق شارح مختصر خليل كتابا سماه سنن المهتدين مطبوع. царяга الإمام المواق سنن المهتدين يا أخش الله جاي يزدع وجوا مختصر خليل يا أخش الله مالكي مذهب معتمد جينا شرح يزدع وجوا الله مالكي إمام. ونبذ أصحابه فكان يقول الشاطبي والشاطبيين، يعني هؤلاء الذين ساروا على طريقته الذي يراه المواق غير دقيقة ومخالفة لما استقر عليه ضمير الأمة. الشاطبي نجح برجي عليه تسيو أخطجه بلغو داش خنبتو تتر تاني بلغو بوقتش خنبتو تشين تحسد سايوات تشين تحسد سايو إيل انتحاء وجناخة تخل 4 حمدوش. وكتب في الرد عليه كذلك أحد علماء الأزهر المتأخرين في النصف الأول من القرن الماضي. قول ما عشان تتدخل المعلومات. سم أبرويرجينية جاي يزداد تحر بيحكى بولش بولشة أزهر عالمنا خيقير عالم سبو دادا خاش بعشر قاحة شو الله أخني قاحة مقص شو لين شو قاحة. اسمه الشيخ ابن البراد السكندري. الشيخ ابن البراد السكندري يخشموز. في كتاب طبع مؤخرا اسمه نفحة البديع. نفحة البديع والشلو تحر كيبتي غادو شلو شي جاي نجح. وهذا الكتاب ينقض مؤلفه فيه كتاب الاعتصام للشاطبي. جاي مشتت أن شو تحرى إذا الشاطبي كان اعتصام يا خشلوه جينا كريتيكسكي أناليز يشتسمى رد جيدز. وأنا تتبعت كلام الإمام الشاطبي رحمه الله فوجدته يقرر أشياء على مذهبه لابد أن تكون بدعة لكنه يقول بمشروعيتها، فلم يستطع أن يضطرد مع نفسه تطبيقا وتنظيرا. إمام الشاطبي سنقمع وشكا سو حاجة شو تحرى خيل حما سوتيا كوردواخسون سو حلقة سوتيا يوجو اسبرايل سو قيتما تسو واشكي ورجواتش سو يوحنساني سوتيا يوجو سوتيا يوجو или سوتيحا سوتيا يوجو применение دوكوش مهتيجش كاحا واشكي ورجواتش كوريايسو. وعليه فمما ذكرناه يعرف جواب السؤال وأن الأثر المنقول عن مالك هذا إن صح فإنه يحمل على ما ذكرناه والله تعالى أعلم. تحت سنة حقو سخاحت رغدوش وجوب إمام مالك حدوث جو أزدوش نجح سنة بطلوش سنة عليه أزدوش دات حديث وي حاق دادوش دولا شرعا نجح بوخ بواتش دولا بدعة يقول يحتاج حما. شكرا.